انا جاي لك يا باشا من المستقبل وبقول لك افريقيا داخله على ايام سودة. والله العظيم افريقيا داخله على ايام سودة بعد ماتش الاهلي وشباب القبائل واللي احنا شفناه من شويه ده. افريقيا داخله على ايام سودة. يعني ما حدش يقول لي بقى ده أصل ده لسه اول ماتش وهنشوف والدنيا وكانوا بيلعبوا على ارضهم. ومش يا باشا، انا بقول لك الاهلي حالف طلاق ثلاثه لا ياخد البطوله دي. والله العظيم زي ما بقول لك كده. انت بقى عمال تقول اصل بيراميدز وخدوا الافريقيا وخدت مكان الاهلي ومش، طب تعالى انا هوريك بقى افريقيا دي بتتاخد ازاي. هوريك بطل افريقيا مين هو. الاهلي جاي السنه دي يقول لك كده. يا باشا الاهلي السنه دي لو ما وصلش نهائي بحق، يعني الاهلي هيوصل نهائي مستريح ومفيش فرقه في دور المجموعات هتعرف تقول للاهلي انت بتعمل ايه. لا يعني لعب وحماس ورجوله واداء ده لولا بس الشوط الاولاني ان في كام كده كام كوره. يعني اللعيبه اتعاملت معاها برعونه شويه لعيبه الاهلي. كان ممكن الشوط الاول لوحده يطلع اربعه. الشوط الاول بس يطلع اربعه. انما سطرت كده مع شباب القبائل، وبعدين شباب القبائل ما راحتش للشناوي حتى قالت له سلام عليكم، يعني ما فيش اي حاجه عملوها ولا اي خطوره ولا حتى الجون اللي دخل الشناوي حطه في نفسه. يعني ما فيش اي حاجه خالص. يعني من الاخر الاهلي كان بيقول لشباب القبائل النهارده بص الكوره بتتلعب كده، بتتلعب كده وكده وكده، واحد اتنين وبس. كانوا بيعلموهم ازاي يلعبوا كوره. ده ملخص الماتش بتاع النهارده. ومن الاخر الاهلي مش هيسيب البطوله السنه دي. يعني لو حصل ايه الاهلي السنه دي مش هيسيب البطوله دي. يعني بصراحه اللي احنا شفناه النهارده بعد الماتش دوت لا يعني. ومحمد شريف سجل اللي بقاله سنه ضوئيه ما لعبش. وامام عاشور رجع وسجل والدنيا ماشيه يعني. لا اللي جاي هيبقى صعب. الفرقه اللي هتلاعب الاهلي هتتشاهد. والله العظيم اسمع مني، الفرقه اللي هتلاعب الاهلي هتتشاهد. ف يعني بقول للفرق بتاعت افريقيا خلي بالكم، والله العظيم الاهلي السنه دي مش هيسيب البطوله. مش هيسيب البطوله. استنوني بكره ان شاء الله في حلقه على اليوتيوب بعد ماتش الزمالك باذن الله عشان نتكلم على الماتشين. استاذنك بس تعمل فولو وتعمل لايك للفيديو واشوفكم على خير.